فأخواننا الكرام، يعني أنا أقول لكم الكلام إن شاء الله بإخلاص. إذا إنسان ألزم نفسه بجلسة صباحية مع الله عز وجل، لا يجعل الجلسة متعلقة بالحال. أخي ما شعرت بشيء، اجلس هذه الجلسة في كل الأحوال. لك جلسة ذكر ولو ربع ساعة، 2000 مرة الله. لك جلسة قرآن ولو 5 صفحات، تحب 5 تحب 10، تحب 15 تحب 20. لك ركعتين قيام ليل قبل الفجر. أنت أسقط على هذا أيام وأيام، أسابيع وأسابيع، بعد أن يراك الله ثابتا، وبعد أن يراك الله صادقا ومتشبثا ومصرا وملحا وصابرا، عندئذ يفتح عليك. الفتح لا يأتي من أول لحظة، من أول جلسة. وحينما تقبع صباحا في جلسة مع الله عز وجل، والله أيها الإخوة الأكارم، لا يعلم إلا الله ثمارها في أثناء اليوم. أول ثمرة بتحس حالك بحصن، حصن بينك وبين المخالفات مسافات بعيدة جدا. أما إذا ما لك جلسة مع الله صباحا، بتحس حالك على الحافة، ممكن تغلط دائما بكلامك، بنظراتك، بحركاتك، بسكناتك، كأنك على الحافة على حرف. أما إذا كان لك جلسة مع الله، جلسة ذكر، جلسة تلاوة، جلسة تفكر، جلسة صلاة، هذه الجلسة تنعكس على نهارك كله. أولا حفظ، ثانيا سداد في التفكير، سلامة في القول، حصافة في القرار، فإنك بأعيننا. لذلك لا تعجز ابن آدم عن ركعتين قبل الفجر أكفك النهار كله.